اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض البط. هنعمله محشي فريك باللحمه المفرومه من غير سلق ولا ان احنا نكون محتاجين حله كبيره عشان تكفي البطه ولا الحوسه بتاعه البط دي كلها. هنعمله بطريقه سهله من غير ولا وقت ولا مجهود. يلا بينا نشوف هنحضره ازاي والمقادير اللي معايا ايه. معايا طاسه على النار محطوط فيها زيت او سمنه زي ما تحبي، وبحط بصلتين مبشورين وبشوحهم بالطريقه دي كده. وبعدين بضيف معلقة صغيرة كزبرة ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة هريسة. طبعا دي حراق اختياري زي ما انت عايزة، وبقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعدين بضيف الملح، طبعا بظبط الملح زي ما انا عايزة، وتشوحوا مع بعض كويس. وبعدين بضيف 5 معالق كبار لحمة مفرومة، بشوحهم مع البصلة والتوابل اللي حطيناها اهو، بقلبهم كويس مع بعض اهو. اول ما اللحمه تبدا تستوي لونها هيتغير بالشكل ده. كده اللحمه تمام بدات تدخل في السوا. بعدين بضيف نص معلقه كركم ومكعب مرقه وبقلب. وبعدين بضيف الفريك ده 8 كيلو فريك منقوع طبعا في ميه سخنه، مش اقل من 3 4 ساعات علشان يكون دخل في السوا، علشان ما يغيبش في السوا كتير. لان انا لما بحشيه في البطه انا مش بزود ميه ولا حاجه. وبعدين بضيف فلفل اخضر متقطع شرايح صغيره وبقلبهم مع بعض. وزي ما قلنا مش بنضيف ميه ولا حاجه، انا بشوحهم لان انا كده كده نقعه الفريك فتره في الميه السخنه، فدخل في السوا فمش هيغيب. بشوحه كده على النار. وبعدين بضيف له في الاخر خالص نص معلقه صغيره قرفه، بتدي طعم حلو قوي، بتفرق جدا في طعم الفريك. بس دي بضيفها اخر حاجه، مش بضيفها في الاول علشان ما تمررش. اهو تمام كده الفريك بقى جاهز معايا. شوحته كويس. وخطوه ان هو لازم يكون منقوع، ما ينفعش احطه هو ناشف كده، لازم يكون منقوع ويكون طري خالص علشان ما يغيبش في السوا لما احشيه في البطه. وبعدين معايا بقى البطه، طبعا هكون منضفاها كويس قوي، ودي خلطه توابل: توم باودر على بصل باودر على ملح على كزبره على كمون، بخلطهم مع بعض كويس. ودي بقى التتبيله اللي هتبل بيها البطه من جوه. طبعا هكون فاتحاها كده بالشكل ده ما بين الجلد من عند الصدر ومن تحت بالشكل ده كده، علشان اعرف ادخل فيها التوابل، علشان اللحمه بتاعه البطه ما تبقاش عدبة ما فيهاش ملح. انا بحط فيها البهارات دي عشان لما تيجي تاكلي اللحمة من جوه تلاقيها الملح بتاعها مظبوط ومتبهرة حلو. بمسك البهارات كده بالشكل ده، وببتدي بقى احط ما بين الصدر والجلدة وهنا عند الورك من تحت اهو بالشكل ده كده اهو، ما بين الورك من تحت. بتأكد ان انا بهرتها من جوه كويس جدا، بتفرق جدا في طعم لحمة البطة بعد ما تستوي. مش بتحسي ان هي ناقصة ملح، لا بتحسي بالتوابل بتديها طعم جميل جدا، هتفرق جدا معاكي في الطعم. وبعدين ببهرها من بره بالشكل ده كده، وبحط من جوه. وببهر عند الجناحات وبقلبها الناحية التانية، وبحط برضو البهارات فيها كويس. وده كمان لما احطها في الفرن بتدي كمان لون حلو قوي من بره بالشكل ده زي ما احنا شايفين. واحلى حاجة في الطريقة دي ان احنا زي ما قلنا مش بتحتاجي حلة كبيرة ان هي تاخد حجم البطة، او نعملها مسلوقة، فمش مش بتحسي بطعم البهارات داخل فيها من جوه. لا احنا بقى هنعملها النهاردة في الفرن، بس هنعملها بطريقة مختلفة شوية.
طريقة سهلة جدا وسريعة. كده تمام، بهارنا البطة. طبعا يفضل ان انا بعد ما بهارها اسيبها بالبهارات بتاعتها نص ساعة كده قبل ما احشي، وبعدين ابدأ بقى احشي الفريك اللي احنا حضرناه مع بعض باللحمة المفرومة. بحشيها طبعا مش بكبسها جدا، اهو بحشيها بالشكل ده كده. وبحشي من عند الزور من فوق، زي ما بنقول دايما ان انا بشيل الزور وبحشي مكانه فريك. وبعد ما بحشيها طبعا لازم احافظ على الجلد بتاعها من تحت، اخيطها من تحت بالشكل ده كده علشان الفريك ما يطلعش من تحت. وكمان تبقى بشكلها حلو بعد ما بتستوي. اهو تمام كده، خيطناها حلو قوي. ده بقى كيس حراري، بنجيبه من اي سوبر ماركت، بس انا جبت طبعا الحجم الكبير عشان ياخد البطة كلها. بحط البطة فيه وبقفله، وطبعا بكون مسخنة الفرن من قبلها علشان يدخل على فرن سخنة. بس قبل ما بحطه في الفرن بس بالسكينة كده بعمل فتحتين في الكيس علشان البخار ما يتحبسش في الكيس. وهتلاقي الكيس فرقع والجلد متحمرش كويس. بسخن الفرن على درجة حرارة 200. اخدت مني ساعتين ونص. بولع من تحت بس، وهي كده كده كلها بتحمر لان البخار مكتوم في الكيسة. وطبعا نزل منها صوص لو انت حابة تاكليه مع الرز او تعملي بيه اي حاجة. ودي شكلها بعد ما طلعت، ريحتها تجنن، سهلة جدا، ما اخدتش وقت خالص. ودي شكلها كده بعد ما قدمناها. يا رب تجربوها وتعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.